في كلمة حركتك الساكن اللي فيك وش هي؟ إيماني بالله. ترى أنا مريت مواقف كثير صعبة في حياتي، عندي يمكن 40 خوي. يوم مرضت وتعبت ما لقيتهم، وينهم؟ أقسم بالله أمي دائما معي جنبي اللي تشوفه ذا قدامك الحين السرير ما أقدر أنزل منه، بس كل يوم أقعد أتفائل أقول يا رب يا رب. يجيني شعور باليأس، أقول خلاص ربي ما راح يستجيب. يجي الشيطان يوسوس لك يقول لا ما راح يستجيب، ما يبيك تؤمن. وثقت في ناس أقسم بالله ما وثقت فيهم. في البداية بدأوا يسألون عني كم يوم، يومين، 3 4 أسبوع أسبوعين، عشان طحت. ما عاد تجي تسأل عن خويك، يعني خويك أنا ترى مو حمار عندك. من اللي وقف معك في النهاية؟ والله شوف في البداية ما أقدر. ترى احنا ما احنا ضدك، احنا معك. اتوقع الوالدة كان لها فضل عليك بعد الله كبير أكيد يعني. وفي مرارة أمي أقسم بالله لو تطلب عيني فتى لا أعطيها، لو تطلب روحي لا أعطيها، أقسم بالله. كلمة توجهها لأمك. يعني أمي خذي روحي. أمي تعاني من أمراض، تعاني من هموم، تعاني من مشاكل، تعاني، ولكن تصبر. كل ما قلت للنوم ألقاها في سجادتها. أنا مرضي خطير، أنا اللي أكلم، ترى مرضي خطير مو بسيط. تعوذ من الشيطان. أبوقف تصوير ترى كذا. لا عادي الناس يسمعون. أمكم بوس مو برجلها يا شيخ، يا حبيبي حطها فوق راسك. لو انك معاق شيلها فوق راسك، والله العظيم. امك يا اخي، امك فكر فيها، وابوك واخوانك هم اللي بيشيلونك. اخوياك الوفي قليل في الدنيا، قليل. دنيا غريبة ما بقى للوفا ضي، كن الوفا بين البشر ما يبينا. اللي ضحك بالناس له يوم يبكي، واللي بكى تشمت به الضاحكين. هذه امي تشوفيني صح؟ ان شاء الله يا رب تشوفيني. جيب الكاميرا.